اهلا بيكم في حلقه جديده برنامج انا وغريمي. النهارده يا جدعان هنتكلم عن منتخب مصر، كاس العالم، كاس الامم اكيد، وطبعا كاس العرب اللي خرجنا منه بفضيحه. بس يعني حضروا بقى سناكس لذيذة كده عشان احنا جايين النهاردة نقول حاجات ونثير الجدل، وفي الأول وفي الآخر دي كورة، كل واحد بيقول رأيه، اتفقت معايا أو اختلفت مش مهم. بالظبط يعني. يلا بينا نبدأ. خلونا نتكلم في أول حاجة، طبعا هو كأس العالم. بس قبل ما نتكلم عن مجموعتنا في كأس العالم، تعالوا نرجع كده بالوقت شوية ونعرف المجموعة بتاعتنا أو احنا صعدنا ازاي. معظم الناس اللي بتتفرج كانوا عاشوا فترة 2018 كأس عالم بتاع روسيا. كأس العالم ده احنا كلنا بجد كنا حاسين ان هو يعني عمل بطولي، حاجة ما حصلتش. دلوقتي انت لو بصيت احنا صدنا الهايب كأس مش عالم، نفس الهايب، ما الناس حدش ما ما حدش مبسوط. يعني اه انا شايف ان دي كانت اسهل مرة احنا عملنا حاجة في تاريخ منتخب مصر، وحاجة ما لهاش طعم. بس بص، برضه اقول لك على حاجه، يعني بغض النظر ان احنا دي ان عشان برضه الموضوع كتر ان بقى منتخبات اكتر اللي بتخش 10 منتخبات ومش عارف ايه. بس انت برضو بتتكلم ان الفرق اللي انت مثلا لعبتها زي سيراليون والناس دي، انت الفرق دي كنت بتكسبها بصعوبه. حسام حسن كان بينزل اللي هو خطه واحد 18 قدام، هو واحد بس بيدافع وكله يجري. كانت بتمشي، ما كانش فيه تكتيك ومش عارف ايه، بس كانت بتمشي. إمم، والفرق دي عامه انت كنت اكتر فرقه بتضيع قدامها نقط. حتى لو انت افتكرت ماشي. ايام حسن شحاته برضو والناس دي، كان برضو بيحصل معانا نفس الموضوع. ف أنا ما عنديش مشكلة في حاجة زي دي، بس لا زي ما أنت يعني، بتقول أنت وقعت فعلًا مع مجموعة سهلة، أنت وفي معاك. منتخبات عامة كبيرة ما صعدتش كأس عالم، ودي برضو حاجة دي غريبة حاجة يعني. تانية بقى، يعني سيبك. بس أنت مجموعتك حرفيًا أثيوبيا، سيراليون، اه بوركينا فاسو الفريق التاني اللي كان بينافسك أنت 26 و21 بوينت حاجة هو انت كده. هو كان في منافسة انت اخر مرة بس تقريبا منتخب يعني كان وراه جمهور والناس فعلا كانت مهتمة بالبطولة. 2018. لا، مش 2018، على قد ما هي فترة كروش. إمم، فترة كروش اللي هي بتاعت كأس كأس العرب الأمم، والكلام، وكأس خلّيها دي العرب هنجيلها وكأس قدّام. الأمم. انت كنت ساعتها فعلا دي كانت اكتر فترة المنتخب شايف ان لا، في المنتخب ده بيلعب برجولة، في حماس. انت دلوقتي حاسس ان لا عادي، منتخب هيلعب، تعال نشوف الماتش يا عم ولا ما نشوفوش. في ناس اصلا بتتفاجئ ان في ماتش، فاهم؟ زي أيوه. مثلا ماتش نيجيريا النهارده، اللي هو ده مصر هتلعب، هتتفرج ولا مش عامة هتتفرج، فاهم؟ أنا راضي بالأداء بتاع النهارده، مش دي شخصية منتخب مصر وكل حاجة. بس لأ، في تحسُّن، حاسس إن المنتخب بدأوا يعملوا حاجة. بس في التصفيات ده مش روح في منتخب مصر، وإحنا صعدنا كده. مش عايز أفكّر بس بطريقة مش كويسة، عايز أبقى إيجابي، إن إحنا إن شاء الله نعمل حاجة. بس أنا مش متطمن انت برضه بصراحة. بتتكلم، انت بما انه قرعه كاس العالم برضه اتعملت، فانت يعتبر واقع انت في اسهل مجموعه. فدي بجد بقى اللي هو ايه، مش هتتعادل مع اوروجواي وتكسب السعوديه وكده كده ماتش السعوديه مضمون والشغل ده. إمم. فلا، هو بجد انت ممكن تصعد عادي قوي مجموعه كاس العالم. اتمناها، دي اكيد اكتر شيء ممكن اكون بتمناه في الدنيا. ساعتها هيكون مين معانا مدرب، الله اعلم. يعني مش هنبقى عارفين ولا مين مدرب، والله اعلم بقى ساعتها مين اللعيبه هتكون رجعت. واحد مثلا زي عبد المنعم، عشان طبعا انت دفاعك كارثه كارثه. وده عامه في مصر كلها، يعني مصر كلها دفاعها كارثه. دي حقيقة. بس خلّينا ما نطوّلش في كأس العالم، نخش خلينا على كاس نخش الامم. كأس الأمم. إحنا هنتكلم عن كأس الأمم وكأس العالم بصوا، وكأس كاس العرب الامم وكل كده حاجة. اول كاس الامم مثلا ممكن اول حاجه نخش فيها حوار القايمه. انت بالنسبه لك، انت شايف القايمه ايه؟ يعني بالنسبه نبداها بحراسه المرمى. انت عندك اربع حراس: احمد الشناوي ومحمد الشناوي، شوبير وصبحي. انت عندك عن أنا بصراحة تعقيب؟ ضدك. هو رأيه يا جدعان كان إن فعلًا 4 حراس دي لازم. أنا كنت شايف إنها 3 كفاية أوي. لا لا لا. بس شايف انت إن في الجون بطولة الأمم، معلش مش اللي كل قبل. مرّة، يعني ما هو أنت أصلا مش كل مرّة تقريبا، هيحصل لك نفس لا هي الdeflect. تقريبا أصلا رولز تقريبا إن أنت يبقى ترايح بأربع ما أعرفش حراس، أنا بصراحة مش عشان ما عارف أكدبش. بكل أمانة. بس بس لو هنحط حد بس عشان ما نطلعش برّه البتاع، أنا شايف إن بسام كان يبقى المفروض يتاخد، اه حتى لو ياخدوه كده بس إيه، عشان اللي هو عمله في كأس العرب. آه، بس أنا برضو بالنسبة لي هو نفس وجهة نظر ميزو، يعني إن فكرة إن أنت كنت فعلا محتاج بواحد زي بسام، لأن أنا أثبت للعيبة دي مثلا إن أنا لا، أنت اللعيب اللي على الأقل بيتألق. أنا رُحت كأس العرب وخرجت لا، بفضيحة، بس طلعت بحاجة، استفدت بحاجة اللعيب اللي يعني. بيتألق أنا فعلًا لأ خلاص، طالما أنت إمم. بتتألق وبتثبت نفسك، فأنت بتكون مؤهل إن أنت تلعب مع منتخب مصر، حتى لو مش هتلعب، إن أنت تروح مع منتخب مصر، تاخد الخبرة والكلام ده كله. محمد صبحي أنا متفهم إن هو حارس صغير،
هيبقى مع مصطفى شوبير، فهو اللي جاي هيبقى قدام، ومقدم موسم السنه دي بصراحه مش وحش يعني. نروح بقى على خط الدفاع، خالد صبحي. يعني انا مش عارف، لعيب ما بيلعبش اصلا في المصري، فانت واخده معاك المنتخب عشان انت كنت بتدرب المصري. يعني انا مش فاهم بجد هو مختاره ليه، ومع انك ممكن تكون في لعيبه تانية ممكن تكون تستحق انها تاخد مكانه. ده غير ان انت اصلا في ماتشات كتير قوي انت ما بتلعبش فيها سردباكين، ده في الاصل انت بتلعب بحمدي فتحي سردباك. فلو انت يا عم كده كده خالد صبحي ده انت واخده ككمالة عدد بس مش اكتر، فانا من رايي انا كنت على الاقل خدت قطه، اللي هو معلش هو لعيب جوكر، او خدت اكرم توفيق اللي هو برضه لعيب جوكر، وقدم مستوى حلو في كاس وقدم العرب. مستوى حلو في كاس العرب، يعتبر هو كان النقطه المضيئه عندك في الفرقه. فانت عندك لاعبين بجد كنت محتاجهم. طبعا كده كده اختيارات المنتخب مش شرط انها ترضي جميع بالظبط. الاطراف يعني. مستحيل اي لو قائمه ولد منتخب في بوزي مش التاريخ، هترضيني. بالظبط مش يعني مصر بس، عامة مستحيل. ده في كل كده كده كل واحد حاجة. بيكون عنده وجهه نظر. وبرضه نفس الكلام، انت مثلا تكون قاعد تقول لي لا هو ياخد اكرم توفيق ليه، نفس الكلام يعني فاهم. في ناس بالنسبه لها اكرم توفيق بيزعق وبيرفع الشورت ومفاسه ومش مفاسه ومش خلاص. انا عامه مش من محبين قوي اكرم توفيق، بس بالنسبه لي انا هو لا يعني كان يستحق بصراحه ان هو يروح، هو وقطه. بقيه القايمه بصراحه بالنسبه لي نوعا ما مرضية. منطقيه، ما عدا برضو مركز واحد بس. محمد اسماعيل. الهجوم، لا مم. الهجوم. انا بالنسبه لي انا كنت على الاقل خدت محمد حمدي. مش اسمه مروان حمدي. مروان حمدي. محمد حمدي ده باك الشمال. محمد حمدي. مروان مروان حمدي. حمدي. مصمم ها. مروان حمدي بصراحه لعيب بيلعب بدماغه كويس، بيعرف يضغط. بس خلي ما بالك بحبوش على برضو المستوى الشخصي برضو خالص. برضو برضو معلش، انت برضو في كاس العرب هو ما قدملكش المستوى الخارق. ما كنتش مع حد كان بيلعب تحتيه قفشه برضو ما وناس تقوليش ما يعني ما تقوليش يعلم كان بيها بيلعب الا تحت ربنا مين يعني، وميدو خلاص. جابر وينج يمين وميسي ووينج شمال كان ما لو بيلعب ما بطلناش اسلام عيسى. التسميات دي احنا مش هنفلح، يعني نفسي هنفضل في اعرف قسما مركزنا. بالله مين اللي بيسمي اللعيب، مين احمد رمضان بيكهام ليه طلع عليه اسم بيكهام، اقسم بالله. عرفت حوار زيكو لما بيراميدز كانت بتلعب فلومينيزي، في صفحه من البرازيل نزلت صحيح. صحيفه من البرازيل نزلت ان في واحد مسمينه زيكو في بيراميدز، ولا يشبهه في الشكل ولا في اللعب. فاحنا عندنا بسم الله ما شاء الله يعني. رحنا تهزقنا في حوار اه البرازيل ورجعنا. بالظبط يعني. كده كده هارد لك يعني يا جدعان لبيراميدز، الحمد لله يعني طبعا متضايقين يعني ان هم خسروا، كانوا بيمثلوا مصر. انا برضه عندي تعقيب في حته بيراميدز دي. انا مش هقول جمهور الزمالك، بس هو جمهور الزمالك دلوقتي. جمهور الزمالك او عامه الجمهور، اي حد ما بيحبش الاهلي اتكلم ان ان بيراميدز بيمثل مصر. طب ما يا عم، ما انت الاهلي كان بيمثل مصر في البطوله دي. الانتر ماشي. كونتيننتال دي كانت بطوله مش معترفه، دلوقتي الاعلام كله لا بيراميدز بيمثل. لا يا عم، بطلوا عبط بقى، بطلوا عبط بقى. بس فانا بالنسبه لي يعني فكك برضو من حوار بيراميدز يعني. القايمه بالنسبه لي مرضيه بصراحه. آه هو ممكن حتى في الباك الشمال برضو كويسين. ممكن كان ياخد اللي هو الباك الشمال بتاع بتروجيت، مش فاكر مم. اسمه ايه. بس وبرضه استغربت ان هو ما خدوش في كاس العرب، ممكن يكون مصاب عشان كده ما خدوش في الاثنين. فلا قايمه مرضيه، وان شاء الله يعني نعمل حاجه، يعني حاجه اتمناها يعني من كل قلبي اكيد، ويرجع لنا الشغف يعني تاني. كده كده هنتكلم برضو في حلقة كاملة عن القايمة باللعيبة بالظبط بالتفاصيل بقى بالتفاصيل يعني. بقى، ان احنا لو طلعنا تالت لا قدر الله هنلعب جبنا مين، 3 ولو نقط طلعنا فاهم. اول هنلعب مين يعني. الاسبوع ده هنتكلم فيها في حلقة تانية. نقفل بقى كاس نخش على الامم. كاس العرب، نخش على نخش كاس على العرب. كاس العرب على طول. كاس العرب، انا بس عندي كلمة ليكوا او كلمة للناس عامة كلها. اي حد كان مستني من منتخب مصر ان هو يكسب او يعمل حاجة، فمعلش في الكلمة سوري، انت حمار ما بتفهمش كورة. ما بتفهمش كورة ليه؟ انت رايح يعني بس كاس العرب برضه دي. لا نتكلم برضه بمنطقيه يعني. ما انا هتكلم بمنطق انا واحد بمنطقي. مثلا شايف منتخب مصر رايح، فلا انا هشجعه، وحاسس ان في طب لعيبه خبرات رايحه. ممكن تسيبني بقى انا هتكلم في الحتة دي. اتكلم براحتك. آه، كاس العرب، انت عامة اي فرق او البطولة دي معمولة ليه؟ هي بطولة معمولة شرفية كده، ايا كان ايه سببها. انت بتروحها لسببين. اول سبب ان انت يا اما بتاهل فرقتك او المنتخب بتاعك لبطوله كاس العالم، بتاهلهم، بيبقى في تناغم ما بينهم. لا اما انت بتروح تجرب فيها ناس جديده، بتستكشف مواهب زي اللي حصل في كاس العرب بتاع 2021 بتاع احمد رفعت الله يرحمه. جربت ناس لعيبه ظهرت لك في البطوله دي،
انت المره دي ما عملتش كده. ليه ما عملتش كده؟ عشان انت الاتحاد الكوره دلوقتي فيه خلافات، ده بيحارب ده. ازاي هي حلمي طولان يطلع يقول لك حسام حسن ما بيعرفش يدرب، وحسام حسن يطلع يقول لك ده شتمني؟ يا جدعان احنا وقاعدين مالناش بيعملوا بالكلام تيك ده. توكات. يعني العاطفه اللي ما بينكم دي احنا مالناش دعوه بيها، يعني احنا مالناش فيها، يعني احنا المفروض على لينا. الاقل احنا لما نيجي شايفين منتخب مدرب. مصر او الفانيلا بتاعت منتخب مصر. يعني معلش انا باحترامي في الكلمه، ايه منتخب الكويت اللي هتعادل معاه ده؟ ايه منتخب الامارات اللي هتعادل معاه بالعافيه ده؟ ده كله برازيليين يا عم، حتى والله ما بيعرفوا يلعبوا كمان. فلا بجد الموضوع موضوع بجد رخم. واحمد حسن يطلع يقول لك حلمي طولان قبل البطوله بشهر قال لك انا عايز امشي، مش عايز اكمل وانا ضغط. يا جدعان انتوا بتهزروا. هو ايه اللي عايز هي يمشي؟ هي هي كانت سيئه وكان الموضوع ولعيبه صعب قوي. بيراميدز مش هوديها، مش هاجلهم. يا جدعان انتوا بتلعبوا باسم منتخب مصر، فوقوا. بس يعني بغض النظر، يعني انا اللي ميزو قاله وان انا بصراحه شايفه ان هو صح 100%. ان انت بتتكلم، انت عملت مصيبه، انت رحت كسفت نفسك هو وعشان السبب الوحيد اللي انت الفلوس. رحت عشان عشان الفلوس الفلوس بس، مش انت ما اكتر. عملتش باي حاجه، ويا ريتك تمام. خدت حاجه، يا و... ريتك عملت حاجه. يعني والمفروض ان انت لو كنت هتروح عشان الفلوس فعلى الاقل يعني انت بتلعب باسم مصر، فاللي هو انت تركز يعني تديها اهتمام 5 ثواني، 5 ثواني بس، سواء من اختيارات ومش عارف ايه. احمد حسن وحلمي طولان قال لك اصل احنا في لعيبه اخترناها وقالت لنا لا، او قالت لنا لا، او الفرقه بتاعتها قالت لنا لا، ومش عارف ايه والكلام ده. انت الفكره كلها ان على الاقل ده الف ب يعني منتخب المغرب مثلا كان بيعمله، ان انت بتشوف فرقتين. تمام. يعني منتخب المغرب ما لعبش تقريبا ولا فرقه منهم، ما لعبش في فرقته الاساسيه، لعب بس بفرقه يعني سي مش سي بي تقريبا كمان. يعني. فانت دلوقتي مثلا اروح المنتخب الاول، انت ايه المراكز اللي انت محتاجها؟ يا عم انا محتاج 1 2 3، واللعيبه دول انا كنت مركز عليهم، جرب اخد لي بقى اللعيبه ابوهم، دي اجربهم. طلع لي قماش منهم. لكن انا معلش، انا ولا منسق معاهم، انا والله انت مين فاضي؟ قفشه فاضي؟ انت قاعد دكه وما بتلعبش وعايز ترجع تعالى. النني نني تعالى خلصت تعالى جوزت التانية. خلاص مفيش. تعالى. بص، هو انا بصراحه مختلف معاك في شويه حاجات. ان انت عندك بتتكلم ان هو راح عشان الفلوس. انا عندي اهم بكتير من الفلوس، لان مهما كانت الفلوس هتلاقيه بياخد ملاليم في المنتخب، لان المنتخب انا اصلا ما بتكلمش على ملوش فلوس فلوس. لا كالحلم لا بس طولان، ما بتكلمش انا على بتكلم شخصيات، انا بتكلم يا ابني بنتكلم عن المنتخب نفسه، خد كمنتخب بطوله. نفسه. فاهمك. بس انت دلوقتي لما تيجي تبص، انت عندك احمد حسن بتاريخه، وعندك حلمي طولان بتاريخه، سواء في الانديه او كلاعب. تمام. حلمي طولان على مستوى اصلا المدربين المصريين، مستوى ابني حلمي مدربين طولان محترم جدا. مبطل تدريب بقاله مبطل كتير تدريب قوي. بقاله كتير، ماشي. بس هو كان لما بيدرب هو ليه اسمه وليه ماشي سمعته، واللعيبه بتحبه وبتحترمه. يا ماشي. حبيبي ده ف اسلام عيسى بعد البطوله قال لك انا لو معايا علي ماهر كنا كسبنا البطوله. حلو بتحبوا ايه؟ حلو ماشي. انت دلوقتي بتتكلم على انا ناس ضدك بعينها. انا بصراحه. بكلمك عامه على لا انا منظومه كامله. بكلمك، ما دي اوضه اللبس، ما هو ده من واحد من المنتخب، ده واحد من طيب، الكوادر الاساسيه بتاعت انت المنتخب. دلوقتي ده واحد متاخد منه 7 لاعبين او 8 لاعبين من القائمه الاساسيه. انا اصلا ضد تصريحه لما قال لك ان انا 90 ولا 80% من القوام الاساسي للمنتخب من لعيبه بيراميدز. انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت ما ينفعش اصلا ان ماشي. انت تبني قائمه منتخب من فرقه بص واحده. بص 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 انا هو بالنسبه هو لي مش يعني فارقه. معلش يا بوزي كل هقطعك، هو مش بيبنيها من فرقه واحده. هو لقى ان الديفليكت جاله في الفرقه دي، فانا هبني كل حاجتي ان بيراميدز ما بعتليش. من هي الاخر. دي عامه فرقت معاه، ومحدش يقدر يقول ده كده. كده هو كده. انت عارف بس بيراميدز لا بعتت له مروان وكمان حمدي ليه؟ علشان بعته عشان بعت وليد الكارت، ايوه. اللي هو واحد قصاد واحد. و- ودي اول عمرها ما بتمشي كده. و- وبصراحه يعني انا شايف ان اللي انا شايف بيحصل ان في اتحاد كله تخاذل الكوره بصراحه في البطوله دي، من اول الاتحاد انا لحد المنتخب ممكن لو انت عايز واللعيبه. تتكلم عن منتخب الاردن، منتخبه التاني، عامه انا طب انا هتكلم في منتخب الاردن. عشان هو بيتفرج على ماتشات انا الاردن يعني ومهتم قوي كنت بيها. كنت قبل الماتش بقعد اقول لهم في البيت احنا هنخسر 2-0، وانا اقسم بالله كنت متاكد ان احنا هنخش نخسر 2-0. بعيدا ان احنا خسرنا 3-0، بس المشكله مش هنا. المشكله ان احنا ما خسرناش 2، احنا خسرنا 3 من منتخب الدكه. يعني ال11 كانوا دكه. يعني انت ما بتلعبش بال11 اللي لعبوا الماتشات الاولى، انت لعب بال11 الدكه واتعمل عليك ماتش. انت بجد ايه ده؟ يعني مع احترامي كامل لمنتخب الاردن، بس انا اتفرجت على الماتش بتاعهم مع السعوديه. لا هم منتخب كويس وعنده كوره وكل حاجه، بس مش المنتخب اللي يكسب مصر 3-0. يعني دي هم ما حصلتش في تاريخهم كده غير مرتين. كان كسبانين مره مش عارف في 91 او في بطوله، مش فاكر التاريخ، بس حاجه زمان. الحمد لله ما اتفرجتش على الماتش ده، الحمد ويا لله. جدعان ايه ده؟ هم جابوا كام جول اوفسايد؟ الموضوع بجد كان مقرف. انت حتى بقى قدام ماتش الاردن ده، طالما ما جينا فيه، انت في ماتش الاردن ده انت ما لعبتش، ما بداتش بالنني، ما بداتش بعمرو السوليه. ما بقولكش ان دول الكوادر اللي هي تكسبنا، بس بقول لك ان دي الكوادر الاساسيه اللي انت لعبت بيها البطوله. فلا انت جيت قعدت لي كل ده،
وبس اللي كان موقفك وكل اللي كنت عشان بتعمله كان عايز يكسب فكان بيلعب خط وكل بقى اللي انت همك ان انت تطلع بمؤتمر صحفي قبل ماتش الاردن تقول لك حلمي طولان قاعد جنبه محمد شريف يقول له انا محمد شريف ما غلطش فيا لما طلعته في الماتش الاول، ده كان بيقول لي مش عارف ايه انا كنت لسه بفوق. يا عم احنا مالنا، انت بتتكلم عن الاردن دلوقتي، ما تعصبش بس ما تعصبش. ماشي يا عم خلاص. هو الاردن يا يا جدعان ان شاء الله عامه الاردن مشروع، يعني هتكسب مشروع الاردن احسن بكتير قوي من مشروع مصر، كده كده. ودي مصيبه، يعني دي مصيبه. فكده كده ان شاء الله لا، بس برضو. وعلى فكره هو خلي بالك. الاردن برضو في عندها كام لعيب محترف هم ما جابوهوش. تعمري. مم. فالتعمري ده المفروض ان هو زي محمد صلاح عندنا كده، الحمد لله هم بيلعبوا من غيره، وهو والله العظيم نهائي اهو اقسم زي بالله الفل يعني. لعبوا بال11 لعيب، احنا ما حسيناش ان احنا بنلعب في فريق بس يعني نقفل حوار كاس العرب، نتكلم بقى نقفل كده عن عن كأس العرب. عمر مرموش. بس خلينا بس قبل ما نقفل نتمنى منتخب الاردن الشقيق ياخد البطوله. منتخب التاني يا جدعان عشان هو انا نص اردني ونص خلاص مصري. انت مش هتجوزني هنا. بندور له على عروسه كده. لا انا مش هتجوز. عمر مرموش احنا هنتكلم هنتكلم على عن مصر مرموش. بس النهارده احنا هنتكلم على الاحداث كلها. يعني عمر مرموش بالنسبه لي قاعد دكه، يعتبر نص الموسم كله من بعد الاصابه ما بيلعبش، والماتش الوحيد اللي لعبه اساسي كان ماتش في دوري الابطال تقريبا، ولا كان في الكاس؟ في الكاس اكيد. لا مش فاكر والله. المهم يعني لعب ماتش واحد اساسي، وبقيه الماتشات كلها بينزل في دقيقه 91. حتى الماتش الوحيد اللي نزله بدري كان ماتش كان بتاع مين؟ ارسنال. لا كان الماتش اللي كان عنده بعديه ماتش الريال، فكان بيريح هالاند وبيريح الناس دي، فنزل كان بقى ماتش مين بقى؟ مش فاكر. كان ماتش وولفز، مش فاكر. كان ماتش يعني ماتش لا يذكر، ونزل في الدقيقه 71. وبصراحه يعني مستوى مرموش في ال 71 كان في كوره كده، كانت هجمه مرتده. مرموش بجد هو بص الكوره وما قدرش يجري، كان في الدقيقه مثلا بعد ما نزل مثلا بربع ساعه، هو ما بدأش الماتش وهو كانش بدأ الماتش. فانا يعني مش عارف هو بدنيا مش جاهز ولا هو قرفان مثلا او اي حاجه. مش قرفان وان بس كمان حتى مش الماتش فت، ما بيلعبش. انت بتتكلم برضو الماتش الاخير بتاع السيتي نزلوا في الدقيقه 91 هو ونوري، ايات نوري ماشي. بيقول لهم انزلوا يلا وسافروا. انا بالنسبه لي انت اللي كان عندك مصاب، انا كنت بقول مرموش مستحيل يلعب لان هو مكان دوكو ومكان هالاند. مستحيل يلعب على ده مستحيل يلعب على ده. دوكو كان مصاب حلو، فخلاص انت عندك 100% ان انت تلعب بمرموش، لان انت ما عندكش حد بيلعب وينج يمين وينج شمال تاني غير مرموش، وهو يعتبر احسنهم. هو لا انا مش هلعب بمرموش، انا هبدا بتشكيله غريبه عجيبه ومش عارف ايه، وما لعبش مرموش. مش عارف بقى ده اضطهاد ولا ايه. طب انت جبته ليه اصلا؟ انا مش قادر افهم. وانا بالنسبه لي لو هم بيقولوا فعلا ان التقارير اللي طلعت ان هو رايح روما، انا 100% مع عمر مرموش انه يروح روما. مش عشان هيروح يتضرب هناك في الدوري الايطالي، هيرجع. لا بص مش فكره بقى ايه. هيروح فرقه هيلعب. روما بجد اكتر فريق ممكن يكون محتاج عمر مرموش، لان روما عندها مهاجمين دوفبيك وفيركسون تقريبا، ولا مش فاكر اسمه ايه. تمام. الاثنين عندهم نفس طريقه اللعب، نفس اللي هو فكره القوه وان هم طوال ومش عارف ايه والكلام ده. ودي مش طريقه لعب، مش هتفيد طريقه لعب جاسبريني صح؟ جاسبريني فهم. وفي معظم الماتشات اصلا ما بيلعبش حد مهاجم، يعني بيلعب الاثنين جاهزين وما بيلعبش بيهم هما الاثنين. فانا بالنسبه لنا مرموش لو راح هناك هيمسك اساسي وهيلعب مهاجم، وهو عشان بجد بيلعبوا كوره حلوه قوي روما. حتى لو انت هيتودك هيجيب البيك بتاعه تاني، هيرجع البيك بتاعه تاني. انا كنت انت شايف اصلا السيتي اصلا معلش اللي هو كان اقل بكتير قوي من يعني عمر كان مرموش يعني مش عايز اقول كان ايه، بس كان صباع رجل مرموش مثلا. خلينا فانا بصراحه شايف ان هو فعلا يروح او يجي اليونايتد بصراحه يعني. لا ما تعمل، اوعى تعمل كده. طب والله يا جدعان هشترك في الفانتزي زي ما عملت في مبومو. حرام عليك، اقسم بالله حرام عليك. جدعان مبومو كان عامل بطوله حلوه وكان مأدي، يعني قلت له انا هشتريه في الفانتزي. هحط لكم برده اللينك دلوقتي، الكود بتاع الفانتزي بتاعنا عشان هنحسه. اول ما جبته اقسم بالله هو بلانك في كل الجولات يعني بجد والله يا جدعان كله بسبب. لو يعني في حد الماتش اللي فات بتاع 4-4 اقسم بالله مبومو مضيع 3 اجوان. لو في حد بتكرهه يا جدعان اكتبوا لي اسمه وانا هقعده في بيتي. اغرب من ال3 اجوان بقى اللي ضاعوا، عارف ايه؟ ان الناس وصلت لحد هنا ولسه ولا عملت سبسكرايب ولا فعلت زر الجرس يعني. صح، اعملوا بقى لايك وسبسكرايب.
دي اكتر حاجه بقى عندنا. اكتر حاجه احنا فعلا نسيناها. بس فخلينا برضو نقفل حته مرموش، هو لازم يطلع في اعاره عشان كده كده كاس الامم بقى ان شاء الله هنشوف ايه اللي هيحصل فيه، بس على الاقل يرجع لنا في كاس العالم فت، يعرف يعمل معانا حاجه ويجيب الفورم بتاعته. خش خلينا على نتكلم صلاح. بقى على الهيرو بتاع صلاح وسلوت النهارده. والاداره. قصه صلاح، وانا عندي فيها تعقيبين بصراحه، او سؤالين انا هسيبه لكم وانتوا كل واحد يقول رايه. اول حاجه، هو صلاح عمل كده عشان هو عايز يمشي، فهو بيجيبها بالطريقه ان هو يلبسها للاداره ان انت لا امشي، ولا هو بيعمل كده عشان عايز يمشي سلوت؟ دي حاجه انا لحد دلوقتي مش مجمعها، مش عارف هو عمل كده ليه. هو تصريحاته صح، هو ما ينفعش واحد بحجم محمد صلاح، هو يعتبر اسطوره الفريق، واحد من اساطير الدوري الانجليزي عبر التاريخ، يقعد على الدكه 3 ماتشات وتبقى هو مش محمله النتيجه ان هو بيخسر او نتائجه راجعه، بس هو بمعنى اصح بيقول للناس ايه، ان انا ايه، ان هو انا لما هقعد قعدوا صلاح. كسب. ما كسبش، بس هو كان بيعملها بطريقه اندايركت ان صلاح هو السبب. فانا برضو انا مش فاهم لحد وانا دلوقتي برضو حته معلش صلاح هو عمل كده هقطع ليه. حضرتك بس ثانيه. انا يا جدعان من مكاني ده كده كده مستحيل يشوف الفيديو يعني، بس كيزا انا بحبك عشان في الماتش راجل الاخير. سالك. اه لا بجد في بصاله الماتش كوره الاخير. بجد. يعني انا اصلا انا وبابا كنا بنتفرج على الماتش طب ما فبقول له ممكن تزود عليه كيتيكي. لا كده كده ده كل كوره هيستلمها عايز لا يشوط. كيتيكي طلع بعد الماتش قال لك انا الجون اللي جبته كان سهل بسبب الرفعه بتاعت صلاح. يعني هما اللعيبه عامه بتحب بتدعم صلاح اسطوره. ماشي، يعني وده مع حقهم يا مع جدعان احترامي معلش الكامل ليك، انا يعني. عارف ان انت ما بتحبوش، بس لا انا ما بحبش يا جدعان بصوا ماشي، بس انا ما بحبش صلاح طول ما هو بيلعب في ليفربول. والله يخرج من طب الفرقه ممكن دي تقول لهم ما بتحبوش ليه؟ انا ما عندي يا جدعان. طبيعي يا جدعان احب محمد صلاح ليه؟ عشان هو بيهنكوا. يا عم عشان بيهنا. يا طبيعي مش هحبه. جدعان بيلعب في فرقه انا بكرهها طول حياتي محمد من قبل ما صلاح صلاح يروح. محمد صلاح متجوز اليونايتد يا جدعان، الزوجه ماشي المفضله ليه. ماشي. بس يعني بعيد عن الهزار يعني قصه صلاح مع ليفربول انا شايفها الموضوع بصراحه مؤفر قوي من الاداره، لان هم الاداره. خلينا واقعيين، مفيش حد برضه يطلع يرمي تصريحات في وقت زي ده، الفريق واقع وكل حاجه، صلاح مصري وابننا وكل لو انت حاجه. لا بس انا شايف بس برضه معلش، ان بس توقيت انت بتتكلم على واحد لعيب اسطوره، هو رايح، انا هو ما عارف اختلفتش في حاجه زي دي. هو عارف ان هو ماشي رايح كاس الامم. تمام. سلوت قرر ان هو هيقعده دكه، ومعلش هو بيبيعه. هو بيبيعه ومره واحده لقى ان الجمهور والاداره. انت خدت بالك انا قلت ايه؟ انا قلت الحركه اللي عملها صح، بس صح انت عملتها لسببين، ايه السبب بقى اللي انت عملته؟ لا بيضغط ولا على اي الاداره، حاجه. لا ضغط على الاداره، ضغط على الاداره 100% وعلى سلوت. ضغط كده كده هو بيرمي لهم الضغط. انا شايف هو بعد ما الجمهور عملوا معاه لا ومعلش يكمل. بس مقاطعه على كلامك تاني. مم. جالجر. غالب بقى. انت اقسم بالله كنت مدافع مالطا طول حياتك. طول حياتك ما كسبتش في حياتك كلها غير تشامبيونز ليج ماشي وحيده، وانت اكتر مدافع في تاريخ ليفربول ولو جبت بتقول جون في لي لو نفسك. بتقول لي ان محمد صلاح فعلا ما خدش، شفت تويتر جامده قوي بيقول محمد صلاح ما خدش كاس الامم مع منتخبه، هات لي لعيب انجليزي خد اليورو مع منتخبه فعلا بالظبط يعني. يعني. ما تعيشهاش. وهو صلاح هو اصلا اللي فتح له الباب، قال له انا عارف ان انا هتهاجم بكره من جرج، اه فصباح الفل خلاص. عايز افهمك بس ان انت يعني واحد ملط اقسم بالله ملط. يعني انا لو راح احجز خماسي قسما خلي بالك بالله برضه باخدك هو مش معايا. هيشوف الكلام ده مش فما مهم يعني يعني بس انا عامه بوجه له ترجمة أو الكلام ده. ترجمة. انا انزل له يا جدعان بالترجمه فعلا عشان هو مش هيشوف حاجه. يونيكد. بس وبس يا جدعان، نتمنى برضو ان احنا يعني اتمنى يا جدعان نشوف. تكونوا انبسطتوا بالحلقه. لا تمام. قبل ما هم كده كده اتبسطوا، انتوا كده كده اتبسطتوا، تعملوا لايك وسبسكرايب عافيه ذوق بقى عشان احنا خلاص عافيه. هنا. بس نتمنى ان منتخب مصر يعمل حاجه في كاس الامم، كده كده ان شاء الله محدش كده هننزل حلقه يعني كامله مفصله بقى بنتكلم فيها عن عن الماتشات القرعه وكل وايه حاجه. الناس اللي ممكن نلعبها واتمنى ان شاء الله ان المنتخب يكون زي الفل ويفرحنا يعني ان شاء ان الله شاء الله يعني. يعني. يا قولوا يا رب بس. سلام. سلام.